هذا هو مصير كل من يتحدى المنتخب اليمني والشعب اليمني. الشعب هذا ما يرحم بالتحديات، والمنتخب في الملعب يثبت للكبير والصغير. نعيما يا بلال، المرة القادمة لما تسمع اسم اليمن ترفع القبعة وتراجع حساباتك مليون مرة قبل ما تدخل التحدي. واكتبوا في التعليقات نعيما يا بلال، وخلوه يشوف جيشنا ايش يقدر يسوي. للتاريخ، اليمن في البطولة الآسيوية كأس آسيا 2027 بعد الفوز على منتخب لبنان بهدفين مقابل لا شيء. هارد لك للبنان، مبروك لمنتخب اليمن والشعب اليمن. اليمن تعود، كرة القدم تعود، والبطولات تعود للمنتخب اليمني، ويكون آخر من وصل لبطولة آسيا 2027. أهلا باليمن في آسيا، أهلا باليمن في كأس آسيا بالسعودية. المنتخب اليمني يتأهل لكأس آسيا 2027. تخيل عزيزي المتابع، رغم الظروف الصعبة وعدم توفر رواتب وعدم توفر معسكرات، إلا أن هذا المنتخب العريق يتأهل لكأس آسيا 2027. تحية عظيمة لهذا المنتخب الكبير. هذه مجموعة اليمن في كأس آسيا، واللي حتكون في المملكة العربية السعودية. حيلعب ضد كوريا الجنوبية في ملعب الإنماء في جدة، وبعدين حيلعب ضد الإمارات في استاد الملك فهد في الرياض، وبعدين حيلعب ضد فيتنام في استاد عبد الله الفيصل في جدة. يا أهل اليمن وينكم؟ طبعا انتهى الشوط الأول 0-0 ما بين لبنان واليمن. طبعا النتيجة هذه تأهل لبنان 0-0، لأن لبنان يلعب على فرصتين، فوز وتعادل، يتأهل لكأس آسيا عندنا إن شاء الله السنة الجاية في السعودية. فكل التوفيق لليمن، إن شاء الله إنه يضغط المنتخب اليمني أفضل. صراحة الشوط الأول كان أخطر، لكن ينقص اللمسة الأخيرة. إن شاء الله الشوط الثاني المنتخب اليمني يهاجم ويضغط ويخلي اللبناني يقول طيط طيط طيط. كل التوفيق لليمن، عندي إحساس اليمن حيفوز. نتقابل إن شاء الله الشوط الثاني، ونبارك لكم للتأهل إن شاء الله آسيا عندنا في المملكة العربية السعودية. سلام عليكم. 1000 تريليون مبروك للمنتخب اليمني، 1000 تريليون مبروك. دبغوا اللبنانيين واللبنانيين قالوا طيط. 1000 تريليون مبروك المنتخب اليمني، صراحة استحق الفوز والتأهل لكأس آسيا عندنا في المملكة العربية السعودية. أهلا بكم أخواننا اليمنيين في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية. كل التوفيق لكم في البطولة الآسيوية وللأمانة. اليوم المنتخب اليمني لعب بذكاء، يعرف متى يهاجم ومتى يدافع، ودبغ المنتخب اللبناني، والمنتخب اللبناني غرطيط. 1000 تريليون مبروك، انبسطوا يا أهل اليمن بفوز منتخبكم والتأهل لكأس آسيا. ومرحبا بكم أخوانا اليمنيين في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية. سلام عليكم. ألف مليون مبروك حبايبنا وأخواننا أهل اليمن، والله تستاهلون، وحياكم الله في بطولة كأس آسيا. طبعا بشكل رسمي رغم الظروف اللي جالس يمر فيها المنتخب اليمني، إلا أنه قدر يتأهل لبطولة آسيا. وأهلا بكل أهل اليمن في بطولة آسيا. طبعا حتقام في المملكة العربية السعودية. أنزل لكم أحلى أخبار يا أهل اليمن، أقسم بالله تستاهلون. فرحتنا من فرحتكم، وإذا ما أنك ضيفني ضيفني يا حبيبي، الله يسعدك ويدخلك الجنة. نبغى ندخل 300,000 أقصى رقم، يعني أبغى أنا أتجنن. أقول كيف دخلنا ما شاء الله تبارك الله 300,000 بهذه السرعة. فاجئوني. لا تبكي يا مدرب اليمن، لا تبكي يا ولد علي، لا تبكي. نعم يا أخوان، نعم يا جماعة الخير، الكرة اليمنية في كأس آسيا 2027 في السعودية بعد الفوز على المنتخب اللبناني 2-0 في مباراة كبيرة. الكرة اليمنية بصراحة وقدموا مباراة ويستحقون التأهل، وبإذن الله تعالى بنستمتع بالجمهور اليمني والمنتخب اليمني في كأس آسيا 2027 مع الكرة اليمنية المتطورة الفترة الأخيرة بشكل واضح. وكل التوفيق للمنتخب اليمني وللشعب اليمني وللجمهور اليمني أنهم يمتعون في هذه البطولة مشيئة الله. طبعا عينكم على لاعب المنتخب اليمني بعد ما سجل الهدف، احتفل على طريقة كريستيانو رونالدو. هنا العقلية الاحترافية اللي نبيها، انهم يتعلمون من النجوم الكبار في كرة القدم، انهم يتعلمون الاحتراف، انهم يتعلمون اللعب، يتعلمون الكرة اللي بصراحة ممكن تنفع المنتخب اليمني خلال الفترة الجاية. مشيئة الله انهم قادرين على صنع مستوى تاريخي وبصمة تاريخية في كأس آسيا 2027 اللي راح تكون في السعودية مشيئة الله. مبروك للأشقاء في اليمن. المنتخب اليمني يتأهل بطولة آسيا 2027 في المملكة العربية السعودية. الصراحة تأهله بيكون إضافة قوية للبطولة بحكم
الجالية اليمنية في السعودية كثير، فالملاعب راح تكون ممتلئة، ومجموعة اليمن دائما أو مباراة اليمن راح تكون دائما فل والملعب فل. فهذه المباراة كانت مؤجلة وكانت مباراة حاسمة لكن مؤجلة، وفاز فيها اليمن على لبنان 2-0 وتأهلوا البطولة تأهل مستحق ومهم للبطولة، وراح يزيد من عدد الحضور في البطولة. هذا معقول؟ اليمن يتأهل إلى كأس آسيا بقوة، باجتهاده، بلعبه، بروحه، بإصراره، رغم ما في دوري، رغم ما في أشياء كثيرة. اليمن تأهل إلى بطولة كأس آسيا، وكان الحل الوحيد قدام لبنان الفوز بس. لبنان كان تعادل أو فوز يتأهل، هذا فوز بس. يا أخي اليمن قويين. اليمن نذكره بتصفيات ونذكره بهذا الند عنيد، رغم الدوري ما في عشان حروب والمشاكل ولا في لاعبين محترفين، لكن شوف أدام روح، إصرار، قتال، حب من قلب سعودي لكم يا اليمن. أقسم بالله تستاهلون الفرح، هذا فرحتين. وللتاريخ يشهد رغم الظروف الصعبة، ورغم عدم تواجد الدوري، ورغم عدم توفر رواتب ومعسكرات للاعبين والفنيين والجهاز الفني وكل شيء في اليمن، إلا منتخب اليمن يثبت وجوده وينتصر على لبنان، رغم أنه كان الحل الوحيد لازم الفوز، ولبنان التعادل أو الفوز ويتأهل إلى كأس آسيا. لكن اليمن أثبت المقولة أن حنا متأهلين بروحنا وإصرارنا وقتالنا من تصفيات كأس العالم. إلى الحين هم قوتهم عالية. نقول لهم أهلا بكم في المملكة العربية السعودية، أنتم ضيوف، وأنتم السعادة، وأنتم الروح، وأنتم كل السعودية تحبكم تعزكم. أقسم بالله تحية عظيمة لهذا المنتخب الكبير، رغم الصعوبات اللي صارت، رغم المشاكل، رغم ما في دوري، ما في توفر معسكرات ولا رواتب، إلا أثبتوا مقولة أن اليمن بقوته وأسراره في الميدان يحميدان. المقولة تطبق للمنتخب اليمني، الميدان يحميدان. هذه ما شاء الله تبارك الله عليكم. حصنوا نفسكم يا اللاعبين ويا الإداريين ويا كل الناس على الجهد اللي سويتوه، على التعب من تصفيات كأس العالم، من تصفيات الملحق، أنتم أديتوا لكن الله ما كتبها. أنتم وصلتوا تعبتوا لكن الله ما كتبها. لا دولي عندكم ولا رواتب ولا معسكرات ولا لاعبين محترفين يقولون قويين عالميين، لا، وداخلين دوريات كبيرة، لا، داخلين أنتم بإصراركم بقوتكم وبديرتكم. يا قوة هيبة اليمن صدق قوة عرب. دلا الله على اليمن. رغم المعاناة يا جماعة والمصايب والمشاكل، اليمن رسميا إلى كأس آسيا يا إخوان. عودة كبيرة وانتصار اليوم كبير على المنتخب اللبناني الشقيق. الله يا جماعة اشتقنا اليمن، اشتقنا للمباريات هذه، اشتقنا للمتعة. الجماهير اليمنية راح نشوفهم يا جماعة بشكل كبير كأس آسيا. يا جماعة احنا نعرف الشعب اليمني يعشقون كرة القدم، وكلنا نتذكر يا إخوان دائما الجماهيرية الكبيرة اللي دائما يحضرون في المباريات. أنا بدالكم مبروكين، والله مبروكين، وهارد لك إخواننا في لبنان، تعوضونا إن شاء الله في الجايات. بداية ألف مبروك للشعب اليمني الفوز والتأهل إلى كأس آسيا. ولكن المنتخب اللبناني لا أداء بدني، لا أسلوب، لا تكتيك، لا خطورة، لا هجمات، حرفيا لا كرة قدم. لازم المنتخب اللبناني لكرة القدم يتعلم من المنتخب اللبناني لكرة السلة. لازم الاتحاد اللبناني لكرة القدم يتعلم من الاتحاد اللبناني لكرة السلة. بيروح منتخب كرة السلة وبيبيضوا لك إياه يا كبير، بتصل على النهائي آسيا وبتخسر من أستراليا نقطة أو نقطتين، بتنافس مش بتروح لحتى ما تأدي أي شيء، وأقل ما يقال عنه أدنى حد من كرة القدم. لا منتخب عم يلعب كرة قدم، منتخب ماشي بدعاء الوالدين. اسلوب اللعب من بداية المباراة غلط. المنتخب اللبناني ما كان عارف يعمل هجمات خطيرة، ما كان عنده فرص محققة للتسجيل، يمكن عنده فرصة واحدة كل المباراة. في مشكلة بالمنتخب اللبناني لكرة القدم، أداء باهت جدا، أداء متواضع جدا. يعني أنت على آسيا متأهلت، عمرك تتأهل. عندنا منتخب وعندنا دوري وعندنا لاعبين محترفين، ولكن داخل أرضية الملعب ما في أي أداء. للأسف المنتخب اللبناني رسميا
خارج كأس آسيا. فألف مبروك للمنتخب اليمني والشعب اليمني، هارد لك للجماهير اللبنانية ولاعبين المنتخب اللبناني، ما بيستاهلوا انك تقول لهم اصلا هارد لك على الاداء اللي قدموه باللقاء اليوم. وبالنهاية ان شاء الله القادم افضل. الله يا ناصر الله، منتخبنا يتقدم بالهدف الأول عن طريق ناصر محمدوه. يا سلام يا سلام، بإذن الله تستمر، وبإذن الله يأتي الهدف الثاني، وبإذن الله الانتصار اليوم يمني والتأهل يمني والفرحة يمنية بإذن الله. كيف ضاعت هذه يا ناصر؟ كيف ضاعت؟ يا الله ما نندم على الفرص الضائعة. يا الله يا الله استر، يا الله تتم على خير وننتصر يا رب. خلاص المنتخب اليمني إلى آسيا ينتصر اليوم على لبنان بكل استحقاق، أقسم بالله العظيم فرحة. ألف مليون مبروك لكل الجماهير، مش قادر أعبر أقسم بالله. شوفوا ناصر محمدوه، جمال ناصر محمدوه، ألف مليون مبروك لكل الجماهير اليمنية. قسما بالله العظيم احنا بحاجة إلى هذا الانتصار وإلى هذه الفرحة، والحمد لله اليوم فرحة كبيرة للجماهير اليمنية داخل اليمن وخارج اليمن. ألف مليون مبروك، نستحق هذه الفرحة، ومنتخبنا يستحق، وهذا الجيل يستحق. لاعبين مميزين لعبوا بجد واجتهاد وقدموا أداء مميز وسجلوا الأول والثاني وانتصرنا. اللهم لك الحمد والشكر. ألف مليون مبروك إلى الجماهير اليمنية في السعودية. انتظروا منتخبنا، انتظروا. شوفوا ناصر محمدوه، ناصر محمدوه يقول لبلال حداد احلق احلق. ألف مليون مبروك لمنتخبنا. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر. اقسم بالله اني فارح من قلبي ومش قادر اعبر، مش قادر اعبر. اللهم لك الحمد والشكر، والف مليون مبروك. الى اللقاء الى السعودية. انتظروا المنتخب اليمني، المنتخب اليمني قادم الى بطولة آسيا. طبعا مجموعتنا كوريا والامارات وفيتنام. ألف مليون مبروك لكل الجماهير اليمنية، تستاهلوا هذه الفرحة. شكرا لكل اللاعبين، شكرا للجهاز الفني، شكرا لكل من ساهم في تأهل منتخبنا وانتصار منتخبنا، والشكر الكبير وبدرجة أولى هو للجماهير. والله جماهير يمنية لا توجد في العالم، فألف مليون مبروك، تستاهلوا هذه الفرحة. ونتمنى من المسؤولين والتجار أن يهتموا بهذا المنتخب وأن يدعموه. إلى اللقاء. أهل اليمن هي المكان. أنا جيت أحلى أني قبل المباراة لأنه عارف حالي مش هيخسر.